الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم ندي لكم مقلقل بلحم العجل. هذه مقاديرنا: عندنا بصل وطماط وثوم وحبحر وليمون، عندي كركم، فلفل أسود، بهارات مشكلة وملح، معجون طماط. الجزر اختياري لكنه جميل، بيعطينا كذا لذعة حلاوة لذيذة. نقطع بصلنا وطماطنا وثومنا، حمس في قدر الضغط 35 دقيقة وهو جاهز بإذن الله. سهلات. نقول بسم الله نبدأ. جهزنا خضارنا، قطعنا البصل والطماط والثوم، الحبحر البارد الأحمر والأخضر، وقطعنا الجزر. الآن نقول بسم الله نبدأ. في البداية بناخذ شوي من زيت الزيتون، نحمس البصل والطماط والثوم. نعطيها كذا حمسة لين تجانس الطعم. نزل الحبحر البارد والجزر ومعجون الطماط، واحمس يا بطل. عندنا هنا ملح وفلفل اسود وكركم وبهارات مشكلة، ننزلها وبعدها ننزل اللحم. بعدها ناخذ لحماتنا وننزلها. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلي على محمد. هل تعلم يا صديقي طبختنا هذه بدون ماء ابدا ولا نقطة مويه. خلي قرب القدر شوي. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلي على محمد. طبختنا هذه ما بحاطين ولا قطرة مويه مرة. نكتم عليه 35 دقيقة وبإذن الله جاهز. درنا الجميل. من هنا تقدر تحدد كل الوظائف. طبعا هذا جديد تو نازل من قصر أواني. نبي ناخذ لحوم 35 دقيقة، ومن هنا نقفل أو نفتح بهالطريقة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلي على محمد. فاخر من الآخر. تشوفون المرقة اللي ظهرت منه على الكيف. يا ما شاء الله تبارك الله. الجزر واللحمات من هريها. اللهم صل على محمد. هذا هو شكل هاي طبقي اليوم. الله يجعله بألف صحة وعافية. يا ما شاء الله تبارك الله. هذا مقلقل لحم العجل. أنا دائما أحب الخبز اللي بالسمسم، جميل ولذيذ. ويشفط المرق كلها. ما شاء الله بسم الله. عاد بقى لنا ذوق بس. أوه، فاخر والآخر. شوف شلون مستوي الجزر. ما شاء الله. واللحمات من عنده. صلي على محمد.